عندكم شبه الجزيرة احكم من شد، لكن مكة والمدينة لازم الأمة العربية والأمة الإسلامية هي التي تقوم عليها. من سيخطب في الحج؟ على عمره ما يخطب جزائري، لا ما يخطب تونسي، لا ما يخطب مغربي، لا ما يخطب مصري، دائما يخطب سعودي. تحكم هذه سرقة وسطوة على الحرم المكي والحرم المدني لفرض ما تريدون أنتم. على ما يخطبش قدوة المرة هذه يخطب لنا يخطب أنا ماذا بها يخطب واحد آخر، ما يخطبش اللي على العام هذا السعودي ويخطب حر. لا بد أن نفتك مكة والمدينة من النظام السعودي وردوها للشعوب الإسلامية. هم يديروا الهندسة، هم اللي يبنيوا. بقات الآن فتنة كبيرة يا خاوتي. زيد حاجة ثانية، غلقوا مكة البيت الحرام، غلقوها وسدوها بماذا؟ بالعمارات. لو كانت هذه في الدول عند دول إسلامية ما يديروا لها شيء، يديروا لها تخطيط ونديروا بناء خاص. الجزائر عندها مهندسين، وتونس عندها مهندسين، والمغرب عندها مهندسين، وموريتانيا ومصر. قال هاو الحرم المكي والمدني، والسعوديين معليش جزء منهم معليش يجي نهار يخطبوا معليش، بصح نهار كامل انتم تخطبوا. يا سيدي انا جزائري رايح المسجد الحرام، نهار اللي يخطبوا في عرفات وش يقول؟ يقول اللهم احفظ الملك واحفظ الولي العهد ولي العهد، والناس يقولوا امين. ماشي تاعنا هذا. لازم تجيب القائمه نتاع كل الحكام والملوك وتعلم واحد ولا لا؟ خاص هذاك بالك التونسي ما يحبش نتاع السعوديه ونتاع المروك ما يحبش نتاع، صحيح ولا لا؟ تخطب الناس. وشكون قال باللي هذاك ولي الامر تاعك ماشي تاعي؟ انا هنا بالحج، حج تاع السعوديه ولا حج تاع الامه العربيه والامه الاسلاميه؟ كذا تجبرني ندعي